شعبي العزيز، قد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من مقاربات تقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية وجهنا حكومة لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجاوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وينبغي أن تقوم هذه البرامج على توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس تهم على وجه الخصوص. أولا، دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجوية وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي. ثانيا، تقويم الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية بما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية. ثالثا، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ. رابعا، إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج بانسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها البلاد.